مساء الفل. النهارده اجيب لكم فيلم رعب رومانسي من نوع جديد، فقفلوا الشبابيك والبيبان وعتموا الدنيا كده علشان تحسوا بالاجواء. تمام، يلا بينا. بتبدا الحكايه وسط الغابه مع مجموعه ناس بيدوروا على اتنين مفقودين، واحده اسمها كيري والبوي فريند بتاعها اللي اسمه جاكسون، وكانوا واخدين معاهم كلاب علشان يشمشموا على الريحه، ولكن الكلبين دول سابوهم ودخلوا جوه كهف غريب جدا وقديم قوي، وجوه الكهف ده فيه بركه ميه. الكلبين دول شربوا من البركه دي، وبعدها مجموعه الناس دي رجعوا تاني بيوتهم بعد ما بحثوا عن الناس المفقوده وبرضه ما لقاهمش. المهم صاحب الكلبين اللي شربوا من بركه الميه اللي موجوده جوه الكهف المريب الغريب ده سمعهم بالليل بيعملوا اصوات غريبه، فطلع من بيته علشان يبص عليهم ويشوف ايه الحكايه. لقى الكلبين لازقين في بعض وكانهم هما الاتنين بقوا حته واحده. بنروح بعد كده لواحد اسمه تيم، بنلاقيه مطلع شويه صور قديمه كده بيبص عليها، منهم صور ليه هو وصديقته اللي اسمها ميلي، وصوره لباباه ومامته اللي متوفيين. في الوقت ده ميلي صديقته بتدخل عليه وبتقول له ايه يا عم، ما يلا بينا علشان الحفله هتبدا والناس كلها مستناك بره. فتيم بياخد ميلي بيخرجوا ويقعدوا مع الناس اللي جايين الحفله بتاعتهم، واللي معموله علشان هم هيسيبوهم ويروحوا يعيشوا في بلد ريفيه يكملوا حياتهم هناك. المهم تيم بيقعد مع اخوات ميلي واللي بيطرح انهم كلهم بتوع مزيكا وتيم برضه بتاع مزيكا. المهم يعني اخوات ميلي قالوا له بقول لك ايه، احنا هنعمل جوله كده قريب ومحتاجين واحد معانا زي حالاتك كده بيلعب بالجيتار، فايه رايك تيجي معانا الجوله دي؟ تيم قال لهم هفكر. فقالوا له صح، نسينا انك انت بتاخد العز من ميلي. تيم قال لهم كده يعني؟ طيب طلع 3 من اختكم اللي انا لسه ما اتجوزتهاش هاجي معاكم. فقالوا له ايوه كده بقى يا ابو التماتيم، تعجبنا ولا؟ على كل حال بعد كده تيم وميلي بيقولوا خطبه الوداع لكل اصدقائهم في الليله الاخيره اللي هتجمعهم. تيم قال لهم ان هم دلوقتي كل عيلته، لان هو ملهوش اي حد تاني غيرهم في الدنيا. وفي هذا التوقيت فجاه كده ميلي بتركع على ركبتها علشان تتقدم لتيم، فتيم في الوقت ده اتبرجل كده واتلخبط، ورد فعله كان محرج جدا لميلي. في الاول تنح كده وسكت، بس لما لاحظ ان هو احرجها يعني بسرعه قال لها ايوه طبعا انا موافق ان احنا نعيش مع بعض ونكمل حياتنا مع بعضينا والكلام ده كله. بس بعد ايه بقى؟ بعد ما اداها كسفه زي الفل. فبالليل وهم نايمين كده تيم قال لها بقول لك ايه يا ميلي، معلش يعني اوعى تكون زعلت مني. ميلي قالت له لا يا حبيبي مفيش اي حاجه، انا ازعل منك انت؟ ده انت حبيبي. تيم قال لها اوعي تغفليني وانا نايم بالليل وتروح مخلصه عليا، تحط المخده على وشي وتكتمي نفسي وتبين ان هو قضاء وقدر. ميلي قالت له انا بحبك وعارفه كويس الظروف الوحشه اللي انت مريت بيها وانا مقدره كل ده. فاتم قال لها ربنا يطمنك وراح نايم. ولكن بعدها بشويه سمعها بتقول انت هتفضل كده مش مسؤول لغايه امتى؟ تيم قال لها ايه انت بتقولي ايه؟ قالت له امتى كده هتصرف على نفسك وتدخل فلوس في البيت بدل ما انا اللي بصرف على البيت وعليك؟ تيم قال لها مالك يا ميلي انت بتكلميني كده ليه؟ وفي هذا التوقيت شاف قدامه عند رجليه كده الناحيه التانيه ابوه وامه وهم متوفيين. ابوه مش بيتحرك لكن امه قاعده له كده بصاله بصه مريبه. فاتم علشان ما يشوفهاش لانه خايف منها جدا قرر يغطي وشه بالغطا، واسامه كان بيرفع الغطا علشان يوديه على وشه لا امه طالعه له من تحت الغطا. يخرب بيتك. في اللحظه دي توم بيصحى من النوم واتضح ان ده كابوس. بيسافروا بعد كده لبيتهم الجديد في المدينة الريفية علشان يبدأوا حياتهم الجديدة مع بعض. وتم كان واخد معاه شوية متعلقات ليه ومتعلقات لأبوه وأمه، منهم منشار كده كهرباء أبوه كان بيستخدمه. ولكن أثناء ما كانوا بينقلوا الصناديق بتاعتهم جوه البيت تم بيشم ريحة مش كويسة، فبيفضل يتتبع الريحة دي لغاية ما بيوصل لنجفة كده متعلقة في الدور الفوقاني. فتم بيطلع للنجفة دي وبيشيل القعدة بتاعتها، بيلاقي الريحة جاية من تحتها، فبيمد إيده كده بيشوف إيه اللي جوه. هوبا كده بيطلع في إيديه مجموعة فئران ميتة، منهم فار كان لسه بيخلص وبيفرفر، فاخدهم ورماهم بره البيت. اما ميلي على الجانب التاني فبتروح الشغل بتاعها اللي استلمته في المدينه دي. هناك بتقابل مدرس كده لطيف جدا اسمه جيمي، ودودي جدا لدرجه تخوف يعني. بيسلموا على بعض وبيرحب بيها والكلام ده كله، وقال لها انت ساكنه فين؟ قالت له على مكان بيتها. فقال لها ايه ده انا ساكن جنبك على طول، انا بيت البيت الاصفر اللي جنبكم هناك. ميلي قالت له عارفاه وشفته، يبقى نعمل باي لبعضنا من بعيد كده. وبعدها بترجع البيت وبالليل بتروح بتكلم تيم، بتقول له ايه مش هتيجي تنام ولا ايه؟ فتيم قال لها معلش مش هقدر اجي انام لان ورايا شويه الحان لازم اتعلمها علشان الجوله اللي انا رايحها مع اخواتك دول. فميلي قالت له ماشي، خلي بالك انت ليك كتير كده مش شايف شغلك كويس. تيم قال لها عيب، انت عارفه ان انا بحبك، بس الشغل شغل، اتفضلي لو سمحت روحي نامي. وتاني يوم الصبح بياخدها في جوله كده في الغابه علشان يصالحها. واسامه كانوا ماشيين وسط الغابه كده بيلاقوا اجراس قديمه جدا مرسوم عليها دوامه زي ما يكون كده شكلها اعمال سحريه. ففضلوا يتوغلوا في الغابه دي لغايه ما بقوا مش عارفين يخرجوا تاني ويرجعوا لبيتهم. مش بس كده، كمان المكان هناك ما كانش فيه شبكه والدنيا كانت بتمطر والعمليه بايظه خالص. وفجاه كده تم اسامه كان ماشي بيقع جوه حفره وسط الغابه، فبسرعه ميلي بتروح له علشان تنقذه. ولكن بدل ما هي ترفعه هو اخدها نزلوا فين بقى؟ في الكهف اللي دخلوا فيه الكلبين في الاول خالص.
بيقوم هما الاتنين بيطمنوا على بعض وهما الاتنين كانوا كويسين، وبيبداوا بعد كده يبصوا على الكهف حواليهم. لقوا ان حيطانه شكلها غريب جدا، شفطه كده جواها كنب وخشب وحاجات تانية كتير مشفوطه كده في الحيطان بتاعه الكهف. فيتم راح مكسر شويه خشب منهم وراح مولع شويه نار علشان يتدفوا. في الوقت ده ميلي قالت له انها عطشانه جدا، فيتم طلع الميه اللي معاهم وطلعوا شويه ميه قليلين جدا، فاداهم لميلي علشان تشرب. في نفس الوقت ده لمح بركه الميه اللي موجوده جوه الكهف، فعلى طول تم راح وشرب منها وقال لها على فكره الميه دي حلوه قوي، هاتي بقى الازازه نعبيها منها. وفي هذا التوقيت المشهد اتقلب راسا على عقب، في رساله واضحه كده ان حياتهم هتتقلب. المهم هما الاتنين بعد كده بيقعدوا شويه وبيدردشوا مع بعض، وميلي بتسال تيم بتقول له انت ما قلتليش اي حاجه عن حياتك مع والدك ووالدتك. تيم قال لها اقول لك ايه ولا ايه، بس دي كانت حياه منيله في 60 نيله. في يوم من الايام والدي دخل عليا الاوضه بتاعتي وقال لي الريحه الوحشه اللي فوق الطاقيه وضب الاوضه بتاعتك. فتيم بيقول لها ان هو وقتها يعني هو وضب الاوضه والدنيا كانت زي الفل. فوالده جاله تاني يوم وقال له يا ابني الريحه لسه موجوده، نظف الاوضه بتاعتك. فتيم نظف اوضته مره تانيه. والده لما جاله تالت يوم قال له الريحه لسه موجوده، ودخل عنده الاوضه وتتبع الريحه لغايه ما لقى فار ميت بيتحلل وعامل ريحه وحشه جدا. تيم قال لميلي ان هو لما شال الفيران النهارده من بيتهم الجديد افتكر في اللحظه دي الموقف ده مع انه كان نسيه اساسا. كمان قال لها على حاجه غريبه قوي، الا وهي ان مامته كان عندها مشاكل نفسيه لدرجه ان ابوه لما توفى مامته ما كانتش واعيه باللي حصل، وابوه فضل جنبها على السرير لغايه ما دخل في مرحله العفونه وهي قاعده جنبه بتبكي وبتضحك في نفس الوقت. ده غير ان لون جلدها غير بسبب العفونه اللي طالعه من جوزها. سوري يعني معلش انا بقول لكم على حاجه مقرفه جدا بس مضطر الفيلم كده. على كل حال يعني ميلي بتقول يا ريتني ما اتكلمت ولا سالت، يعني لازمه ان انا سالتك، والليل بيجي وبيناموا. أثناء ما كانوا نايمين في نص الليل فجأة كده تيم بيصحى من النوم وهو بياخد نفسه بالعافية، وفجأة كده بنلاقي نفسه عامل صدى صوت عالي في الكهف. مش بس كده، فجأة بنلاقي الكهف نفسه زي ما يكون بياخد نفسه مع تيم في نفس الوقت. الكهف بيتضخم وبعدها بيرجع تاني لوضعه الطبيعي كأنه بيتنفس، ونفسه كان ماشي مع نفس تيم في نفس الوقت. تيم بعد كده بيبص لميلي بيلاقيها هي كمان بتتنفس بالعافية، وفجأة كده بيجي حد من وراه بيحط ايديه على وشه. في اللحظة دي تيم بيفوق من النوم وبيتضح ان ده كابوس او ممكن برضه تكون رؤية. المهم يعني هما الاتنين بيصحوا والصبح كان صبح والدنيا تمام، ولكن كان في برضه حاجة غريبة، الا وهي ان رجليهم هما الاتنين كانت لازقة في بعض، جلدهم هما الاتنين لزق في بعضه. ده اللي خلاهم يضطروا ان هما يبعدوا رجلهم عن بعض حتة حتة كده علشان يفكوا من بعض. ولكن الموضوع كان مؤلم جدا وهما الاتنين كانوا مستغربين جدا هو ازاي حصل كده. فتيم قال لميلي بقول لك ايه، يلا بينا من بره الكهف ده لان انا مش مستريح هنا خالص. وفعلا بيخرجوا من الكهف وبيقدروا يرجعوا البيت مرة تانية. في البيت هناك ميلي بتاخد شاور وبتقول لتوم بقول لك ايه، لو سمحت كده تعمل لي مساج على السريع لان ظهري قافش من نومه الكهف. فتيم بدا يعمل لها المساج، ولكن في الوقت ده ظهرت عليه اعراض غريبه، الا وهو كانه حاسس باللي ميلي حاسه بيه، اللي هو احساس الاسترخاء. من الاخر كده كانه بيعمل مساج لنفسه. ده اللي خلى تيم بدا يدوس اكتر في المساج علشان يحس بالاسترخاء اكتر، لدرجه انه سبب لميلي بالم جامد شويه. فميلي قالت له ايه ما تخف ايدك يا بني ادم. فتيم قال لها معلش انا اسف، وقال لها كمان ان هو مش حاسس ان هو كويس بس مش عارف يعبر عن اللي هو فيه. فميلي قالت له خلاص خش خد لك شاور كده وانا هروح اجيب شويه طلبات وارجع تاني. وفعلا تيم دخل الحمام ياخد شاور وهي خرجت واخدت العربيه علشان تجيب الطلبات. بس في الوقت ده بتحصل حاجه غريبه للمره التانيه، الا وهي اللي كانت ميلي بتعمله كان بيحصل مع تيم في نفس الوقت. يعني مثلا لو دخلت بالعربيه يمين هو في الحمام غصب عنه كان بيدخل يمين، ولو دخلت شمال بيدخل شمال، طلعت لقدام بيطلع لقدام، لدرجه ان تيم اتعور. كل ده وتيم مش فاهم ايه اللي بيحصل له. فعلى طول الحاله دي لما بتخلص تيم بيلبس هدومه وبيروح عند اقرب دكتور نفساني وبيشرح له وبيحكي له كل اللي حصل له. فالدكتور راح مديله علاج بيعمل استرخاء كده للعضلات. ولما الدكتور عرف البيت اللي هو ساكن فيه قال له ايه ده، انت تعرف ان الناس اللي كانوا ساكنين قبلكم في نفس البيت ضايعين ومش لاقيينهم؟ وقال لتيم على اسامي الناس زي اللي هم كيري وجاكسون. بيرجع تيم البيت وبيعمل بحث عن كيري وجاكسون واللي كانوا برضه لسه ناقلين في البيت ده جديد وما كملوش شهور واختفوا. في الوقت ده ميلي بتدخل عليه وبتقول له ايه يا عم انت بتبص على صور البنات على الفيس ومعاك داكوتا جونسون قاعده هنا وسايبها؟ فتيم بيقول لها القصه بتاعتهم. واثناء ما كانوا بيتناقشوا وبيتكلموا مع بعض في الوقت ده الباب بيخبط وبيتضح انه جيمي زميل ميلي في المدرسه عدى عليهم علشان قال يرحب بيهم في المكان والكلام ده كله. فدخلوه البيت وقعدوا معاه شويه واتكلموا مع بعض وهزروا وضحكوا والكلام ده كله. في الوقت ده تيم بيسالوا على الاجراس اللي
موجوده في الغابه، وكمان قال له على الكهف اللي نزلوا فيه والكنب ده والحاجات الكتيره اللي مشفوطه في الحيطان بتاعه الكهف. فجيمي قال له المكان ده زمان على ما اسمع يعني كان في طائفه دينيه موجوده في المكان ده، وكان ليهم مبنى كده زي كنيسه، ولكن مع الوقت المبنى ده اختفى فجاه كده اتبلع. اما افراد الطائفه الدينيه دول فمع الوقت برضه قال له خالص لغايه ما متبقاش اي حد منهم. بس يا سيدي هي دي كل معلوماتي عنهم، وبعدها سابهم ومشي. يا دوبك قفلوا الباب من هنا وانقضوا على بعض هما الاتنين من هنا. ولكن في الوقت ده تيم بيعمل حاجه غريبه، الا وهي ان هو بيعض ميلي. ميلي قالت له ايه هو انت يا ابني مش نباتي باين، مالك سعرت ليه كده؟ تيم قال لها مش انا يا ستي، في حاجه جوايا بتتحكم فيا هي اللي خلتني اعمل كده. ولكن ميلي ما صدقتهوش وقالت له ان دي كلها حجج لان هو مش عاوز يعني يعمل الواجب المنزلي، وسابته وهي زعلانه ودخلت الاوضه. واسما كانوا نايمين هما الاتنين، ميلي بتصحى في نص الليل كده وبتقول لتيم بقول لك ايه انت نايم على شعري، اتحرك من مكانك. ولكن تيم ما كانش بيرد. فميلي راحت لفه وبصاله كده، لقيت تيم باصص لها في الضلمه ومفتح عينيه على الاخر. فبسرعه ميلي مدت ايديها ونورت النور، لقيت شعرها داخل كله جوه بق تيم. طبعا ميلي اتخضت خضه زي الفل، وبسرعه فضلت تشد شعرها علشان تيم ياخد نفسه. وفين لما شد شعرها محدش فيهم برضه كان فاهم ايه اللي بيحصل. على كل حال تاني يوم الصبح تيم بيلم العده بتاعته علشان يروح الجوله الموسيقيه بتاعته، وميلي اخدته علشان توصله محطه القطر وسابته وراحت هي بعدها الشغل. ولكن تيم اساسا كان قاعد على المحطه مستني القطر، فجاه بتحصل له اعراض غريبه الا وهي ايه؟ انجذاب شديد لميلي. ده اللي بيخليه يعمل ايه؟ يمشي من المحطه لغايه المدرسه اللي فيها ميلي. وميلي وهي قاعده في المدرسه كده بالصدفه بتشوفه واقف جوه المدرسه من الشباك، فعلى طول بتنزل عليه وبتاخده وبتمشي. بيروحوا البيت وميلي هناك بتقول له ايه انت اللي دخلك المدرسه كده من غير اذن؟ انت واحد غريب، انت كان ممكن تعمل لي مشاكل وكان ممكن جدا اترفد بسببك. فتيم قال لها يا ستي انا مش عارف ايه اللي انا بعمله ده، اولا انا اسف، ثانيا انا مش فاهم ايه اللي بيحصل لي، في جوايا انجذاب ناحيتك غير طبيعي، انا عمري ما حسيت كده قبل كده، كأن جسمي مش مطوع عقلي. ولكن برضه كالعاده ميلي ما كانش عاجبها الكلام ده كله وتقريبا كده فاض بيها، فسابت تيم واتمشت لوحدها. ميلي بتروح لبيت جيمي وهناك بتقعد معاه شويه وبتفضل تشكي له همها. فجيمي قال لها ده عادي يعني، واي اتنين بيحبوا بعض ومتجوزين بيحصل بينهم مشاكل، ودي يعني البهارات بتاعه العلاقه. وبنعرف بعد كده من كلام جيمي انه كان ليه صديق يعني واختفى فجاه. واساسا ما كانوا بيتكلموا في الوقت ده فجاه كده للمره الثانيه ميلي بتشوف من الشباك تيم واقف بره، فعلى طول بتستاذن من جيمي وبتخرج لتيم. واول ما خرجت له تيم قال لها معلش انا اسف، انا ما كنتش عارف اروح فين، انا زي ما قلت لك في انجذاب غريب بيخليني اروح وراكي كل مكان. ومسك ايديها بعد كده وبعدها روحوا البيت. في نفس اليوم ده بالليل تيم كان سهران على الشغل بتاعه، بس طلع كده في النص بص على ميلي لقاها نايمه على السرير، فنزل تاني وقفل على نفسه باب المكتب وكمل شغله. ولكن فجاه كده بتحصل حاجه غريبه مريبه مخيفه جدا، ان ميلي واقفه له على الباب وبتخبط على الباب بوشها. مش بس كده، ده بتفضل تروح يمين شمال وهي طايره في الجو كانها كده عاوزه توصل لتيم باي شكل. وتيم طبعا كان خايف جدا ومرعوب، بس برضه كان خايف عليها لا تاذي نفسها، ده اللي خلاه فتح لها الباب. فهوبا كده ميلي انقضت عليه وتيم ما كانش عارف يروح منها فين. فضلوا لها يا ست اوعي يا ميلي يا ميلي، ما توعي بقى يا شيخه ينعن. فميلي في الوقت ده فاقت وقالت لتيم ايه ده انا ايه اللي جابني هنا؟ فتيم اخدها وقعدها وفهمها كل اللي بيحصل، قال لها احنا الاثنين منجذبين لبعضينا وده حصل لنا من ساعه اليوم اللي دخلنا فيه الكهف. ولكن ميلي ما كانتش مصدقه اي كلمه من الكلام ده كله، ده حتى ما كانتش مصدقه ان هي كانت ماشيه وهي نايمه. فتيم في اللحظه دي رفع ايده وقال لها حط ايدك كده قدام ايدي هتلاقي ايدك عاوزه تلمس ايدي باي شكل. فميلي قالت له انا مش هعمل الهبل ده، وقامت وسابته ومشيت. في الوقت ده كان في شويه دم نازلين من مناخيرها على الترابيزه اللي كانوا قاعدين عليها، وتيم لاحظ ان الدم بتاعها جاي عليه لوحده. المهم يعني في نفس الليله دي ميلي بتقرر انها تخلي تيم يبات في اوضه تانية، وكل واحد فيهم بيبات في اوضه. طيب تمام وزي الفل. ولكن هاو في نص الليل كده تيم بيفاجئ بنفسه بيتسحب لوحده كده ناحيه اوضه ميلي. فتيم حاول يمنع نفسه من انه يوصل لاوضه ميلي، ولكن برضه هاو بيفاجئ بصوت تخبيط جوه الاوضه بتاعت ميلي. وبعد الخبط والرزع والدعك لا ميلي طلع له من باب الاوضه، وهي كمان مش قادره تتحكم في نفسها. وهما الاتنين فضلوا يتشدوا لبعض لغايه ما هما الاتنين مسكوا ايدين بعض، وهوبا كده ايديهم دخلت في بعض كانهم كده بيتحدوا ببعض. فتيم بسرعه قال لميلي هات العلاج بتاعي من الدرج اللي جنبك، العلاج ده مرخي للعضلات وهو ده اللي هينفعنا في الحاله اللي احنا فيها دي. فبسرعه ميلي جابت العلاج وهما الاتنين فضلوا ياخدوا منه كتير لغايه ما عضلاتهم ارتخت لدرجه ان هما الاتنين ناموا.
تيم بيفوق بعد كده بيلاقي ميلي مكتفاه في الكرسي، وده علشان تحرر نفسها منه. قال محضره له المنشار بتاع ابوه علشان تفصلهم هما الاتنين عن بعض. فتيم قال لها اهدي يا بنت المجنونه، انت هتعملي ايه؟ ميلي قالت له مفيش اي حل تاني غير ده، وخلي بالك مفعول العلاج بدا يروح. فتيم لما لاحظ ان فعلا المفعول بدا يروح قال لها خلاص اتوكلي على الله. فميلي بدات في الموضوع وقدروا فعلا يفصلوا نفسهم عن بعض. بعدها ميلي كانت عاوزه تاخد تيم علشان يروحوا المستشفى. تيم قال لها الدكاتره مش هيفيدونا في الموضوع ده، احنا المفروض نرجع الكهف ونشوف هناك اي اجابات للحاله بتاعتنا دي. ولكن ميلي ما كانتش موافقه تيم. ده اللي خلاهم هما الاثنين كل واحد منهم يروح في سكه. ميلي راحت فين؟ راحت لبيت جيمي علشان نسيت عنده المفاتيح بتاعه العربيه بتاعتها لما راحت وزارته. اما تيم فاصر ان هو يرجع تاني للكهف، وهما الاثنين في نفس الوقت بداوا يكتشفوا اسرار مثيره. يعني ميلي مثلا لما راحت بيت جيمي لقيت هناك فيديو شغال للطائفه الدينيه دي، وبيتضح ان جيمي ده اساسا من الطائفه دي. بيعملوا ايه بقى في الطائفه دي؟ حاجه اسمها التلاحم. وبيتضح ان جيمي بلع صديقه اللي كان بيتكلم عليه عن طريق ان هو وصديقه شربوا من البير اللي موجود في الكهف. وفي اللحظه دي جيمي طلع على ميلي وعورها في ايديها، فميلي راحت ضربها علشان تبعد عنه. في الوقت ده وش جيمي اتغير وقال لميلي وهي بتهرب منه انها مش هتقدر تهرب من مصيرها. اما تيم على الجانب التاني اثناء ما كان بيفتش في الكهف بيلاقي مين؟ البنت دي وصديقها اللي كانوا تايهين. هما الاتنين اتلحموا مع بعض وموجودين وعايشين جوه الكهف. المهم يعني تيم اول ما شافهم توازنه اختل ووقع على الارض، والارض ما صدقت مسكت فيه. فتيم ما كانش قادر يتحرك من مكانه، والاتنين المتلاحمين دول كانوا جايين عليه. وتيم كان عمال يقول الناس دي الغوث وفين. قدر ان هو يتحرر من مكانه وعلى طول جري من قدامهم وطلع تاني من الكهف وبيرجع تاني للبيت. هناك برضه بيلاقي ميلي جايه ناحيه البيت، وهما الاتنين اول ما شافوا بعض على طول بداوا ينجذبوا تاني لبعض. في الاول كانوا بيقاوموا، ولكن بعد كده تيم قرر ان هو ما يقاومش وراح برجليه ناحيه ميلي وقال لها ان مفيش غير حل واحد بس قبل ما اقول لك الحل ده يا ميلي انا عاوز اقول لك ان انا بحبك جدا، وان انا كنت بعاملك بطريقه وحشه، وده علشان انا شخص معقد. اللي حصل معايا قبل كده هو اللي كان مؤثر عليا، ولكن انا دلوقتي ادركت انك انت اعظم انتصارات حياتي، وما تزعليش مني ان انا ادركت ده متاخر. وبعدها راح مطلع سكينه علشان يخلص على نفسه وقال لها ان هو ده الحل الوحيد. ميلي في اللحظه دي ما كانتش عاوزاه يعمل كده، وقالت له مش لازم تعمل كده لاني انا كده كده خلاص بفرفر، وده علشان الجرح اللي جرحه لها جيمي في ايديها خلاها خسرت دم كتير. وفي اللحظه دي ميلي وقعت وكمان اغمى عليها. ميلي بتفوق مرة تانية بتلاقي تيم عمل ايه؟ حط ايديه على مكان الجرح عندها وعمل تلاحم بينها وبينه، وده علشان يوقف النزيف. فميلي قالت له ايه اللي انت هببته ده؟ انا كنت بحاول احررك من اللي بيحصل فينا، تقوم انت تعمل كده؟ تيم قال لها انا قلت لك ان انا بحبك ومش هسيبك مهما حصل، وبقول لك ايه يا ميلي انا هسيب نفسي للموضوع ده، واقنعها هي كمان تسيب نفسها للموضوع ده، وده علشان هما الاتنين يعيشوا مع بعض للابد. لا ده انتوا كده هلا هوب خالص. على كل حال تيم بيشغل لها الاغنيه المفضله بتاعتها وبيقوموا هما الاتنين علشان يرقصوا مع بعض وبيتخلصوا من كل هدومهم اللي لابسينها، وهوبا كده بيلحموا هما الاتنين في بعض وبيبقوا حته واحده. ما هذا بحق الهيل يخرب بيتكم. على كل حال اليوم ده بيعدي، وبعدها بشويه وقت مش كتير بتيجي ناس جديده علشان يشتروا البيت ده. فبيروحوا عند البيت ده وبيرنوا الجرس، وبنلاقي ان الجرس المتعلق ده زي الاجراس اللي موجوده وسط الغابه وعليه علامه الدوامه. المهم الناس دي لما بترن الجرس مين بيفتح؟ مزيج من ميلي ومن تيم. تصدق فعلا الحواجب دي حواجب تيم. لغايه هنا الحكايه بتنتهي، فيا ريت تدوس على لايك وتعمل كومنت وشير علشان الفيديو يوصل لناس اكتر. ولو انت اول مره تسمعني ومش مشترك في القناه فاشترك في القناه وفعل الجرس علشان يجيلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل. مستنيكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سامي زازا.